السلام عليكم، مرحبا بكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. البنات اليوم بإذن الله راح نديروا المحجوبة بالطريقة التقليدية. مام الشكشوكة تاعها البنات درناها تقليدية بدون لحوم بدون أجبان. درتها لكم بطريقة سهلة، مكونات بسيطة. ودرتها لكم البنات ديروها يعني في يومها، ما تخليوهاش تبات. راح نعطيكم طريقة سهلة ماهلة، فقط حبوباتي تبعوا الفيديو حتى للأخير ما تسرعوهش. باه هاكا تستفادوا من كامل الخطوات وما تفوتكم حتى خطوة. شوفوا كيفاه جات خفيفة، جات معمرة بسم الله ما شاء الله، وجات البنات مورقة. ودرتها كيما قلت لكم في نهارها، ما خليتهاش باتت. شوفوا كيفاه البنات، شوفوا التوراق كيفاه وتجي خفيفة كيما قاعدين تشوفوا البنات، يعني كلش باين قدامكم. ودرك نزيد ندير لكم الطريقة، ما نحذف معاكم حتى خطوة. فقط حبوباتي قبل ما نبداو في الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو كدعم منكم ليا. ودوكا البنات نروحوا للمقادير وطريقة العمل. شوفوا هنا البنات، أنا راح نوريكم كلش اللي خدمت بيه. أنا خدمت هنا بسميد ماما اللي يكون رقيق خلاص. شريت هذا تاع الساشيات. وكما شفتوا نعتلكم الفرينة السيم، فرينة سيم مليحة بزاف. راح ندير هنا 2 كيلات، أنا راح ندير كمية صغيرة، نتوما إذا حبيتوا كمية كبيرة ولا عندكم أفراد العائلة بزاف ضاعفوا المقادير. كيما شفتوا حطيت 2 كيلات تاع سميد مع نصف كيلة، يعني شوفوا البنات كيما قاعدين تشوفوا في الفيديو. تاع هذيك الفرينة سيم. وراح نضيف الملح فقط البنات، المحجوبة كيما تعرفوا سميد وماء وملح. ندخل هذوك المكونات الجافة في بعضها، ونجيب هنا البنات ماء عادي ما دفيته ما والو. خدمت به مباشرة ونبدأ نلم في السميد تاعي بالطريقة هذه. ديروا الماء بشوية البنات، المحجوبة كاين بزاف اللي يديروها طرية بزاف قبل ما يعجنوها، خطأ. لازم تبلوها عادي كيما نديرو الكسرة، ما ديروهاش يابسة بزاف وما ديروهاش مبلولة بزاف. أخدموا كيما قاعدة نخدم أنا، وصدقوني راح تنجح معاكم 100%. أنا تعمدت هكا البنات نخدم قدامكم خطوة بخطوة وما نحذفش وما نسرعش الفيديو. شوفوا هنا بعد ما لميت العجينة تاعي، هذا هو القوام اللي نحوس عليه. كيما قلت لكم ما لازمش البنات ديروها طرية بزاف في المرحلة هذه. من بعد ما لميت العجينة تاعي وتحصلت على هذا القوام، رحت جبت هذا الكيس البلاستيكي. درتلو الماء لداخل سخون، ومن بعد دخلت فيه العجينة تاعي كيما تشوفوا البنات. وصدقوني هذه العجينة خليتها غير ساعة وخدمت بيها. خليتها في الكيس البلاستيكي هذا ساعة فقط، ومن بعد رحت خدمت بيها مباشرة ونجحت معايا. أنا ما حطيتهاش باتت. هنا البنات راح ندير الشكشوكة كيما قلت لكم. المحاجب هادو راح نديرهم بالشكشوكة التقليدية تاع جداتنا واللي تربينا عليها. بدون لحوم، بدون إضافات. هنا راح ندير 3 حبات بصل. تحبوا البنات تقسموهم شرائح. أنا نفضل الطريقة هذه. نرحيهم بالأجوار ونرحيهم خشان شوية. وهنا زديت 2 غرام فلفل حار. نتوما عفوا حلو، تقدروا ديروا واحد حار واحد حلو، كيما تقدروا ديروهم في 2 حارين، كيما تقدروا ديروا كيما درت أنا في 2 ديروهم حلو.
راح نرحيهم هنا بالأشوار، البنات ما ترحيوهمش حتى يذوبوا خلاص. شوفوا كيفاه، خليوهم هكا البنات. ونروح نحطهم في المقلة. أنا هاد الكمية البنات تاع الحشو اللي درت عمرت لي 13 حبة، والكمية هاذيك تاع العجينة دارت لي 20 حبة. نتوما البنات إذا حبيتو ديروهم كامل معمرين بالشكشوكة هاذي، زيدوا شوية في الكمية تاع البصل والفلفل. وهنا بعد ما حطيت هذاك البصل والفلفل اللي كنت رحيتهم على النار، نروح نرحي الطماطم. هنا البنات درت 3 حبات صغار، تقدروا ديروا زوز كبار. هنا الطماطم أنا نرحيها مليح، نتوما كيما تحبوا، تحبوا ديروها غير بالراب كيما حبيتوا. هنا نرحيها وشوفوا نرحيها هكا بالطريقة هذه. بعد ما داب لي هذاك الفلفل والبصل نروح نضيف هنا سنة توم اللي كنت ربيتهم. انا البنات ما حطيتش الثوم في الاول باه ما يتحرقليش، كيما تعرفوا الثوم يتحرق بالخف. حطيته في المرحلة هذه وضفت طماطم. ندخل هادو المكونات كامل في بعضهم ونزيد نخليهم على النار حتى يطيبوا لي. وطيب الشكشوكة تاعي هذيك مليح باه من بعد البنات ما تجيناش كي ناكلوا المحجوبة تاعنا تجي تغزغز هكا ما تجيش بنينة. هنا ضفت غير الملح البنات، ما ضفت حتى توابل، درت غير الملح ودرت 2 ملاعق صغار تا الهريسة. نتوما حطوا الهريسة على حساب الرغبة. أنا هنا ما درتش توابل البنات، حبيت نحافظ على هداك القو تاع الشكشوكة. شوفوا هنا بعد ما فاتت ساعة على العجينة تاعي، شوفوا كيفاه. نتوما البنات إذا ما كنتوش مزروبين يعني من الأفضل ديروها صباح وتخدموها العشية، وإلا ديروها في الليل وتخدموها صباح راح تعطيكم نتيجة أفضل وأفضل. ولكن يعني بالطريقة هذه نجحت معايا وخدمت بيها، ودوك تشوفوا المحجوبة تاعي كيفاه تجي. هنا أنا راح نعجنها في البيتخا، تقدروا تعجنوها بيدكم عادي. البنات قبل ما تضيفوا الماء لازم تعجنوها صح مليح. كيما شفتوا أنا كي جبتها من هداك الكيس البلاستيكي كانت طلقت روحها. هذه ساعة برك البنات، نتوما إذا خليتوها ليلة كاملة قادرين مش راح تزيدوا الماء، تعجنوها مباشرة وتخدموا بها، لأنه كيما تعرفوا راح تطلق روحها كيما شفتوا في الفيديو. شوفوا هنا أنا بعد ما عجنتها شوية ضفت لها غير قطرات من الماء كيما قاعدين تشوفوا. قلت لكم البنات كي تحطوها في هذاك الكيس البلاستيكي اللي فيه اللي ديروا له شويه ما سخون، راح تطلق روحها وحدها بلا ما تضيفوا لها الماء بزاف. شوفوا كيما قاعدين تشوفوا انا نضيف غير في قطرات. شوفوا هنا البنات بعد ما عجنتها مليح بالبيتخا، كيما قلت لكم تقدروا تعجنوها بيديكم. شوفوا كيفاه. نرجع هنا للشكشوكة تاعي هذيك بعد ما طابت. شوفوا كيفاه طابت. كيما شفتوا انا ما ضفتش الطماطم المصبرة، اكتفيت بهذيك الطماطم تاع الحب اللي كنت رحيتها.
وهنا نجي راح نكور العجينة تاعي هاذيك نديرها كريات. نشوفوا البنات الطريقة سهلة. يعني هاد الخطوات البنات اللي مديتهم لكم تقدر أي وحدة مبتدئة ديرهم. نعاود حبوباتي نفكركم ما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك. هنا بعد ما كورت العجينة تاعي هذه كامل كيما قلت لكم دارت لي 20 وحدة. نروح ندير لها هكا شوية زيت من الفوق. ضروري البنات ديروا هاد المرحلة. من بعد هنا ما كورتها نروح نجيب كيس بلاستيكي ونغطيها بالطريقة هذه. حاولوا البنات تغطيوها كاملة. خليتها حوالي 10 دقائق وبديت نخدم بيها. شوفوا الطريقة البنات كيفاه سهلة. البنات أنا على خاطر هنا خدمت بيها قلت لكم ساعة. خليتها ساعة وخدمت بيها. راح تتقطع معايا العجينة شوية كي تخليوها تبات صدقوني راح تجيكم تمشي لكم بكل سهولة وما تتقطعش معاكم العجينة. أنا حبوباتي هنا ما حذفتش معاكم هاد المراحل يعني ميم كي تقطعت لي العجينة خليتها لكم به نتوما تاني كي تطيحوا يعني في المشكل هذا ما تفشلوش. كما شفتوا كيفاه عمرتها وكيفاه غلقتها الطريقة سهلة واضحة. ونروح نحطها طيب. شوفوا البنات هنا كي تشوفوا العجينة تاعكم تنفخت في الطاجين معناتها يعني العجينة تاعكم ناجحة 100%. هذه البنات كيما قلت لكم نعاود لكم خليتها غير ساعة يعني كنت خليوها تبات راح تنجح معاكم 100%. أنا هنا البنات كنت نخدم ونطيب. نتوما تقدروا تخدموا الحبات كامل ومن بعد تطيبوا واللي عندها شكون يعاونها هي تخدم. واللي معاها يعاونها راح تكون أفضل وأفضل. هنا زدت خدمت معاكم حبة خلاف. البنات صدقوني المحاجب ساهلين ماهلين كيما يقولوا الطريقة تاعهم طريقة العمل سهلة. فقط المشكل الوحيد كي تكونوا ما تعرفوش تخيروا السميد اللي تخدموا به. هذا هو المشكل الوحيد يعني اللي ما يخليش المحاجب تاعك ينجحوا. شوفوا هنا البنات انا نحلها مليح حتى يولي هذاك السطح اللي قاعده نخدم عليه يبان. كما قلت لكم هنايا كانت تتقطع معايا العجينه شويه معليش يعني انا كنت مزروبه. شوفوا البنات انا نخدم وهي تدير فيها دوك نبابل كما يقولوا. شوفوا معناتها العجينه تاعكم ناجحه 100%. خيروا فقط السميد يكون مليح. شوفوا الطريقه اللي نغلق بها. نحطها في الطاجين بكل سهولة البنات ونحاول هكا يعني نعدلها باه نعطيها شكل يعني يكون منظم. كذلك خير الطاجين اللي طيبوا فيه حاولوا ديروا طاجين مليح يكون ما يحرقش. هذه هي الطريقة البنات اللي نطيب بها الطريقة يعني سهلة.
شوفوا كيفاه كي نقلبها البنات كيفاه تنفخ معايا. هادو المحاجب البنات تاع زمان يكونوا هكا سامبل غير بالشكشوكة ويجيو بنان بزاف. هنا راح نخدم معاكم الحبة الأخيرة. هنا البنات أنا نخدم لكم في هادو الحوايج التقليدية، ديما نخدم حاجة نعاودها معاكم كيما نقول لكم من أجل المبتدئات. نشوفوا يعني كيفاه بكل سهولة نخدم فيها. كل ما ترتاح معايا العجينة كل شوفوا ما تعطيني الضوء وتخليني يعني نخدم براحتي. شوفوا الفرق هنا في الحبات هادو الاخرين كي كنت نخدم فيهم يمشيو بالخف وما يتقطعوش. وشوفوا كيفاه يديروا في هادوك نبابل البنات. شوفوا كل ما ارتاحت العجينة تاعكم قلت لكم مش راح تتقطع معاكم وراح تمشي معاكم بكل سهولة. فقط نتوما البنات اذا ما كنتوش مزروبين خليوها تبات بعد ما تكوروها خليوها كذلك ترتاح. انا هنا كيما شفتوا خدمت بها مباشرة. انا تعمدت هكا البنات نخدم معاكم شحال من حبة ونعمرها قدامكم ونفتحها قدامكم وكذلك نطويها قدامكم ونطيبها باه تشوفوا وباه تنجحوا يعني وتتحصلوا على نفس النتيجة اللي تحصلت عليها أنا في الأخير. وهذه هي البنات النتيجة. هادو الحبات هادوك اللي بقاو لي فارغين كما قلت لكم أنا تعمدت نديرهم هكا نحبهم بالحليب. وهذه المحجوبة تاعي البنات بسم الله ما شاء الله. ننصحكم حبوباتي تجربوها بالطريقة هذه الطريقة التقليدية. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وإن شاء الله يا ربي كل واحد عنده مريض ربي يشافيه ونتلاقاو في الوصفات المقبلة بإذن الله. سلام.